ليفاكوفيتش وماركينيوس. زلزال في مدرجات المدينة التعليمية. منتخب كرواتيا يقصي المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي صار منتخب مقلق، منتخب لولا انه لعب كأس العالم 2014 في ارضه لكان على الاغلب ما وصل نصف نهائي كأس العالم من سنة 2002. المنتخب البرازيلي بيعاني بشكل واضح من شيء اسمه غياب الهوية. This was the worst Brazil team ever. A humiliation for the host nation. Brazil are out of the World Cup. I think it's the worst Brazilian team I've seen. خلال السنين اللي فاتت البرازيل كانت مش مجرد منتخب، لا ده كانت عبارة عن سلالة من الصحراء في كرة القدم. كان كل شاطئ في البرازيل عبارة عن مسرح من السحر، من البيليه لزيكو ومن روماريو لرونالدو ومن رونالدينيو لنيمار. ده المنتخب اللي حمل امال البرازيل واثر قلوب العالم. ده المنتخب اللي اساطيره محفوره من ذهب وتاريخ اللي مفيش زيه. لاكثر من عشرات السنين البرازيل قدمت للعالم نوع خاص من كرة القدم، السلسلة اللي عمرنا ما هننساها. وكرة القدم ما غزتش اي دولة تانية زي ما غازت البرازيل. البرازيل تمتلك خزانة الألقاب مليانة بالانتصارات في 5 بطولات كأس عالم و9 بطولات كوبا أمريكا و4 كؤوس عالم القارات. بس في حاجة اتغيرت، السلسلة وبريقها اختفى ويبدو إن الإرث ضاع تقريبا، والبرازيل أصبحت مجرد ذكريات في كأس العالم. البرازيل آخر 15 سنة عانت من مشاكل داخل وخارج الملعب، وتعثرت في آخر كأسين عالم وفشلت في الصعود لما بعد ربع النهائي. ومن سنة 2022 تراجعت من المركز الأول المركز الخامس في تصنيف الفيفا. وفشل المنتخب الاولمبي البرازيل في التأهل لاولمبياد باريس 2024، وده بيدل على تراجع منتخب السامبا بشكل ملحوظ جدا. وده بلا شك اضعف منتخب برازيلي في القرن ال21، منتخب بقى الاداء الضعيف فيه هو العادي، وبقى الفشل عبارة عن الواقع الجديد المزعج. قصة انهيار البرازيل لها اسباب كتير، مش مجرد هزائم ولا ادارة مضطربة ولا حتى مشاكل تكتيكية. لقب سقوط البرازيل عبارة عن خطوات خاطئة وكرة سيئة. ونبدأ القصة من 2002. في 2002 البرازيل ساعد تحقق فوزها الخامس في كأس العالم، وفازت على مانشافت بنتيجة 2-0 بفضل هدفين الظاهرة في النهائي، وخد الحذاء الذهبي لهداف البطولة برصيد 8 أهداف. وبفضل أداء رونالدو الأسطوري طوال البطولة حصل على جائزة البالون دور كأفضل لاعب في العالم. والبرازيل حصلت على جائزة الرياضة العالمية المرموقة، وكانت لحظة حاسمة في تاريخ المنتخب البرازيلي. وفي نهاية كوبا أمريكا 2004 الموسيقية منتخب الكناري فاز على القلب الارجنتيني بطريقه دراميه بعد كان متاخر 2-1 لحد الدقيقه 92 لما سجل ادريانو هدف التعادل المذهل. المباراه راحت لركلات الترجيح وفازت البرازيل في الاخر 4-2، وبكده قدرت تفوز بالنهائي الثالث في اخر 4 نهائيات. وخلال الفتره دي كارلوس البرتو بيريرا كان مصمم على تشكيل 4-2-2 المعروف باسم الماجيك كوارتت، يعني الرباعي السحري اللي بيخلي هجوم البرازيل مبني حوالين 4 لعيبه، رونالدو وادريانو وكاكا ورونالدينيو. وبحلول سنة 2006 البرازيل كان عندها سكواد مليان مواهب من الطراز العالمي، وكان منتخب قوي جدا لدرجة اعتباره الجماهير لا يمكن ايقافه. وخلال كأس العالم 2006 سيطرت البرازيل على مرحلة المجموعات وفازت على كرواتيا 1-0 واليابان 4-1 واستراليا 2-0. وفي دور ال 16 لكأس العالم 2006 هزمت غانا 3-0، وفي المباراة دي رونالدو كسر الرقم القياسي لأعلى لاعبين تسجيلا برصيد 15 هدف. بس في الربع النهائي حصل تحول تكتيكي بدخول جونينيو بدل ادريانو في التشكيلة عشان يتكون رباعي سحري غير مكتمل في مواجهة فرنسا. واثناء المباراة لاعيبة البرازيل اتبهدلوا من مستوى زيدان اللي صنع تمريرة رائعة لتيري اونري من ركلة حرة عشان يضمن التقدم 1-0. وانتهت احلام منتخب الكناري وفرنسا تصعد رسميا لنصف النهائي. وفي 25 يوليو 2006 استقال كارلوس البرتو من منصبه كمدير لمنتخب السامبا بسبب كأس العالم المخيب للامال. وفي خطوة مفاجأة تولى تدريب المنتخب القائد السابق دونجا اللي كان عنده 42 سنة تقريبا وما كانش عنده خبرة تدريبية، وده اثار دهشة مشجعي المنتخب البرازيلي في انحاء العالم. ورغم الشكوك اعرب رونالدو عن ثقته بالجهاز الفني الجديد. وبعدها بسنة واحدة بس في نهائي كوبا أمريكا 2007 البرازيل هزمت الأرجنتين بنتيجة ساحقة 3-0 عشان تفوز بالكوبا أمريكا الثامنة وتثبت
مكانتها في قارة كرة القدم في أمريكا الجنوبية. وبعدها بسنتين بالتحديد 2009 فازوا بكأس القارات الثالث بعد ما هزموا أمريكا 3-2 في جنوب أفريقيا. ومع اقتراب كأس العالم 2010 طالب عشاق السامبا وسائل الإعلام باستدعاء نيمار للمنتخب، لكن تم استبعاده هو وزميله المنتظر بقوة جانسو. بدأ كأس العالم 2010 وتألق منتخب البرازيل في دور المجموعات وفاز على كوريا الشمالية 2-1 وعلى الساحل العاج 3-1 وتعادل مع البرتغال 0-0. وفي دور ال16 سحقت تشيلي بنتيجة 3-0. ولكن في الربع النهائي على ملعب نيلسون مانديلا بورتو إليزابيث تحطمت أحلام البرازيل في واحدة من أسوأ مبارياتها في البطولة وخرجت على يد الطواحين الهولندية بنتيجة 2-1. ونتيجة الهزيمة الصادمة تمت إقالة دونجا على الفور من التدريب الكناري مما يدل على نهاية حقبة سيئة للمنتخب البرازيلي. وبرحيل دونجا اعتقدت الجماهير ان المنتخب سيتحرر من لعب كرة القدم الدفاعية والعودة للاسلوب الهجومي. وخلال الفترة دي تم منح النجوم الشباب زي نيمار فرصة التألق. وفي يوليو سنة 2010 الاتحاد البرازيلي عمل ضجة لما اعلن عن تعيين مانو مينيز كمدرب جديد للسيليساو واشعل تعيينه الامل في جميع انحاء العالم. وبعد تعيينه بفترة الهمسات بدأت تتردد في البرازيل بسبب استخدامه نفس النهج الدفاعي اللي فكرهم بعهد دونجا مع المنتخب. وفي كوبا امريكا 2011 رحلة البرازيل وقفت بشكل مفاجئ في البطولة عندما خسرت من باراجواي بعد مباراة متوترة في ربع النهائي. وفي 23 نوفمبر 2012 في وسط الانتقادات المتزايدة وكمية التوقعات السيئة تمت إقالة مانو مينيز من منتخب السامبا بعد خيبة أمل والانتقادات اللاذعة من وسائل الإعلام. وبعد شهرين من إقالته عاد لويس فيليبي سكولاري لقيادة منتخب الكناري في حقبة تانية. سكولاري تولى قيادة المنتخب بمهمة واحدة وهي تحقيق النصر على أرض مونديال 2014 والجماهير كانت متفائلة معاه لأن ده الشخص اللي جعلهم أبطال العالم سنة 2002. وفي 6 يونيو سنة 2013 واجهت البرازيل وقع قاسي جدا بالهبوط لأدنى تصنيف للفيفا لا على الإطلاق وهو المركز ال 22. ولكن بعد أسابيع قليلة على مسرح كبير لكأس القارات عادوا للحياة مرة أخرى للدفاع عن لقبهم بشغف وإصرار وسحقوا إسبانيا بنتيجة 3-0 في نهاية مبهرة. وتحت الأضواء الساطعة للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2014 البرازيل أظهرت أحلامها بفوزها 3-1 على كرواتيا ونيمار وأوسكار اللي أشعلوا الأمال والطموحات في أنحاء البرازيل. وبالتعادل مع المكسيك والفوز الحاسم على اسود الكاميرون الغير مراود صعدوا لدور ال 16. وفي دور ال 16 هزموا تشيلي بصعوبة الركلات الترجيح وفي ربع النهائي قاتلوا طوال المباراة ضد كولومبيا عشان يفوزوا بنتيجة 2-1. وخلال مباراة كولومبيا حدثت الكارثة، نيمار اتعرض لكسر في فقرات الظهر عشان يبقى خارج حسابات البطولة. وفي نصف النهائي واجهت البرازيل ألمانيا وكلنا عارفين تفاصيل المباراة والهزيمة الكارثية للسيليساو. وفي النهاية خسروا في مباراة تحديد المركز الثالث 3-0. ومع تراكم خيبات المنتخب استقال سكولاري واستحضر الجماهير المنتخب السيليساو. وفي 22 يوليو سنة 2014 البرازيل بقت عبارة عن وجه مألوف حيث قام الاتحاد البرازيلي بتعيين دونجا مرة تانية. دونجا اللي خرجهم من كأس العالم 2010 دلوقتي بقى مكلف باستعادة المجد في كوبا أمريكا 2015. وخلال البطولة البرازيلية قدرت تتصدر المجموعة الثالثة بس خرجت في ربع النهائي بشكل مفاجئ ضد باراجواي بالبينالتيز المصيرية. وبعد سنة واحدة بس بدأت بطولة كوبا أمريكا 2016 البطولة المئوية. افتتحت البرازيل مشوارها بالتعادل مع الإكوادور وبعدها سحقت هايتي بنتيجة 7-1 وكانت محتاجة للتعادل بس في المباراة الثالثة لكن للأسف خسرت من بيرو 1-0 بهدف مثير للجدل سجله راؤول دياز. ومن الخسارة من بيرو خرجت البرازيل من البطولة من دور المجموعات لأول مرة من سنة 1986. وبعد خروجهم من البطولة تم إقالة دونجا وسط الغضب والحسرة من جماهير الكناري بسبب سوء النتائج. وفي 2014 يونيو سنة 2016 خلال عاصفة التغيير البرازيلي قدرت توحد الصف مرة تانية وتولي إدنر ليوناردو باتشي المعروف باسم تيتي التدريب المنتخب بعد نجاحاته مع فريق كورنثيانز.
ودخلت البرازيل كأس العالم 2018 في روسيا كمرشحة للقب، وكانت حاملة لعبء ثقيل لهزيمتها المؤلمة 7-1 ضد ألمانيا. رحلة البرازيل في البطولة كانت رائعة في البداية، وقدرت تتصدر مجموعتها وانتصرت على المكسيك في دور ال16، بس في ربع النهائي خرجت من بلجيكا بنتيجة 2-1 على الرغم من تألقها في المباراة. بعد المطالب اشتهرت البرازيل بأسلوب لعب جديد وبقت أكثر تماسكا من السنين اللي فاتت، والمنتخب مع تيتي كان يستعد لبطولة كوبا أمريكا 2019. المنتخب كان عازم على استعادة المجد، وقاد تيتي منتخب البرازيل الفوز بلقب كوبا أمريكا اللي طال انتظاره. وقدرت البرازيل تفوز بلقبها الأول من 2007 بفوز صعب بهدفين مقابل هدف على الأرجنتين في نصف النهائي، ثم هزمت بيرو في النهائي لتحصد لقبها التاسع لكوبا أمريكا. لكن في نهائي كوبا أمريكا 2021 كان متوقع للبرازيل الفوز بالبطولة على أرضها، وعلى عكس التوقعات سجلت الأرجنتين هدف مبكر عن طريق دي ماريا لتتوج البطولة تحت أضواء ملعب ماراكانا الساطع. وفي كأس العالم 2022 سعت البرازيل للحصول على الكأس السادس لها وتوسيع رقمها القياسي، وقدرت تتصدر مجموعتها وتتأهل لدور ال16. وفي دور ال16 هزمت كوريا في فوز واضح 4-1، وخرجت من كرواتيا في ربع النهائي بركلات الترجيح 4-2 عشان تتحطم امال لاعبين السيليساو. وفي حرارة مدينة الدوحة القاسية الجماهير شهدت دموع واحزان نيمار وزملائه، واحلامهم في كأس العالم تتلاشى وتتبخر امامهم. وبعدها بفترة قصيرة أعلن في رحيله عن منتخب الكناري عشان يقفل في الآخر فصل في مسيرته التدريبية. وفي يناير 2024 تولى ريفال جونيور قيادة المنتخب بعد 22 سنة خبرة في عالم التدريب، وعليه كم هائل من التوقعات. ولكن في كوبا أمريكا 2024 انهارت كل التوقعات سريعا بعد خروج البرازيل من أوروجواي بركلات الترجيح كالعادة بعد التعادل السلبي بدون أهداف طوال المباراة. وعشان ينتهي فصل الثاني من فصول الفشل للبرازيل في دولة لا تزال تطارد المجد. وفي تطور قصة السيليساو حتى 2025 عشاق منتخب السامبا يحسبوا أنفاسهم وهم بيراقبوا البرازيل في حالة من الانهيار وعدم اليقين، وبيتلهفون ويتمنون عودة مستحيلة للعصر الذهبي للبرازيل للظهور مرة تانية. وهنا السؤال: هل تستطيع البرازيل استعادة مجدها السابق